السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. اهلا بكم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. طمنوني عليكم، قولوا لي اخباركم ايه وعاملين ايه. يا ترى انتوا اتخضيتوا امبارح زي من الزلزال؟ انا كنت نايمة ولقيت السرير بيجري بيا وانا نايمة، واتخضيت حتة خضة. قمت قعدت على حيلي، ايه اللي بيحصل؟ فيه ايه؟ نورت النور لقيت العيال بره. يا عيال في ايه؟ قالوا يا ماما اللي في زلزال. مفيش حاجة يا ماما، ده زلزال. المهم فضل بقى السرير يتهز ويتحرك من مكانه، ربنا ما يقدر على حد بالزلزال ولا بالضرر ولا بالخطر اللي بيحصل من الزلزال. والحمد لله على كل شيء، جت سليمة. يا رب تكونوا كلكم بخير وتكونوا في أحسن صحة وأطيب حال. يا رب ما يكونش حد اتضر ولا حد اتأذى ولا يكون حد تعور. طمنوني عليكم بجد، اكتبوا لي في التعليقات انتوا حسيتوا بالزلزال و... وتأثرتوا بيه، ولا عدت عليكم عادي وسمعتوا الصبح. طمنوني عليكم بالله عليكم. انا مخضوضة لحد دلوقتي، ومش مش عارفة امسك اعصابي الصراحة. الحمد لله على كل شيء، يا رب ما يقدر على حد بحاجة وحشة. كل اللي انا عملته اني بقيت اشاهد على نفسي وبقيت استغفر ربنا، ولا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. يعني قعدت فتره كده، وبعدين جابوا لي العيال، شربت ميه، وبعدين استنيت شويه الدنيا هديت ونمت تاني، والحمد لله على كل شيء. بس ربنا ما يقدر علينا ولا عليكم بالخضه دي، ولا تحصل تاني يا رب. بيقولوا الزلزال ده مصدره في القاهره، جاي من السويس. يعني بيقولك في السويس، هو بدأ من السويس وسمع في القاهرة. وطبعا كل ده فيه كذا مكان حوالينا حسوا بيه. الحمد لله على كل شيء. بس جت سليمة، يعني ما فيش بيوت وقعت، ما فيش ناس اتعورت، ما فيش حاجة، الحمد لله على كل شيء. ربنا يبعد عننا وعنكم الأذى يا رب، وما يورينا ولا يوريكم حاجة وحشة، ويحافظ لكم على أولادكم وعلى صحتكم وعلى بيوتكم بخير يا رب العالمين. وما تنسونيش بلايك حلو منكم وتعليق جميل. اكتبوا لي في التعليقات انتوا حسيتوا بالزلزال ولا ما حسيتوش بيه، وكانت حالتكم ايه. ربنا يسترها معانا ومعكم يا رب العالمين، ويطمنا ويطمنكم على اولادكم يا رب العالمين. وطبعا انا مش معلقة على الفيديو ده، كنا بنعمل الاكل كوسة ولحمة وعملنا جنبيهم صينية مسقعة بقى اللي ما بيحبش الكوسة. وما تنسوش الاشتراك في قناتي بنت العمدة أم يوسف، وتعليق حلو منكم للفيديو، ولايكات كتير 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 يا بنات. هرجع بعد كام يوم وهنزل لكم فيديو تاني علشان حبايبنا اللي نجحوا في الثانوية العامة، وأولادنا اللي نجحوا في الجامعات وفي المعاهد. لازم برضك نطمن عليهم وننزل لهم تهنئة مخصوصة، لأن المرة اللي عدت نزلت تهنئة للأولاد اللي نجحوا في الابتدائي وفي الإعدادي وكده. بس كتير من أولادنا اللي ناجحين زعلوا مني لأن نسيت أقول أساميهم. إن شاء الله هنزل لهم فيديو مخصوص وأقول أساميهم كلهم. وربنا ينجح الكل يا رب، وربنا يفرحكم بأولادكم ويصلح حالنا وحالكم، آمين يا رب العالمين. و... وربنا ما يقدر علينا ولا عليكم بالخضة دي تاني. ويا ربنا يديم علينا وعليكم نعمة الستر والصحة يا رب العالمين. ودي كنا عاملين ملوخية خضراء، وعاملين كوسة، وعاملين رز ولحمة وكده، والحمد لله على كل شيء.